طول ما انت شايفه الفراوله في السوق لازم تعملي الحاجه الحلوه دي. ده حلا الفراوله، ده المعنى الحرفي للجمال، حرفيا ادمان. ومش كده وبس، دي من الوصفات السهله والسريعه والخطيره والجميله، وكل حاجه حلوه تقدروا تقولوها في الوصفه دي، والبسيطه كمان واقتصاديه. تعالوا ندخل الفيديو ونشوف هنعملها ازاي. بس قبل ما ابدا ما تنسوش لايك شير كومنت علشان اعرف رايك. واللي ما يعرفنيش انا ريهام صبحي. ويلا بسرعه هاتيلي شويه الفراوله اللي عندك في التلاجة، ويلا نعمل الحاجات العظمه دي. يلا بينا نبدا. اول حاجه حبايبي هتجيبيلي نص كوبايه من السكر، تكون ناعمه الحبيبات، مش بودر، سكر عادي بس ناعمه الحبيبات. وقدها بالظبط نص كوبايه من الحليب البودر. يبقى نص كوبايه سكر، نص كوبايه حليب بودر. مكعب زبده، يعني اي مكعب زبده موجود عندك. هننزل عليه بربع كوبايه من الميه المغليه، ربع كوبايه. هاتيلي بقى الكلام ده كله في الخلاط او بالهاند بلندر واضربي الكلام ده كله. عارفين احنا كده عملنا ايه؟ عملنا صوص الحليب المكثف. اركنيه بقى على جنب، وهاتيلي بوله تانية فيها كوبايه واحده من كريم شانتيه خام او باكت كريم شانتيه. هنزل عليها بمعلقه واحده بس من السكر. لو كريم شانتيه خام حطي معلقه السكر دي. التركه بقى الحلوه قوي، لو عندك الصوبيا اللي هي الصوبيا بطعم الفراوله عندك حطي معلقتين كبار. ما عندكيش الصوبيا اللي بطعم الفراوله ما تحطيش، الخطوه دي تركه من عندي. هنزل عليها بعد كده بكوبايه من الحليب الساقعه المتلجه. تمام، اضربي لي الكلام ده كله في بعضه لحد ما يبقى معانا قوام كريم شانتيه. ولو عايزه تقوي من طعم الفراوله ما عندكيش صوبيا الفراوله، حطي معلقتين من عصير الفراوله عادي يعني. المهم هنضرب القوام ده كله لحد ما يتقل قوي ويكون كريم شانتيه متماسك. انزلي لي بقى بكوبايه الحليب المكثف اللي احنا كنا عاملينها وراكنينها على جنب. هخفق بقى الكلام ده كله على بعضه علشان يبقى معايا الخليط متماسك وحلو. وخلي بالكو الحليب المكثف ما تضيفوهوش وهو لسه سخن شويه او دافي، لا سيبيه يبرد. بعد كده عندي شرايح من الفراوله فريش مقطعاها. حطي اي كميه حسب الموجود عندك وحسب الرغبه. حطيت انا نص المقدار اللي متقطع عندي او نصه في البوله. هبتدي اضربه كده بالمضرب او بمعلقه سباتيولا، اقلبه في بعضه اي حاجه. المهم القوام ده خلاص بقى مظبوط وكده جاهز عندي. نركنه بقى على جنب. هاتيلي كوبايه من عصير الفراوله او صوص فراوله. انا كان عندي صوص فراوله عاملاه في الفريزر، اللي هو بجيب فراوله بحطها على النار بشويه سكر لحد ما تتكثف قوي واضربها بالهاند بلندر بس كده. خدت منها نص كوبايه معاها نص كوبايه من الحليب. خلاص، يا اما عصير فراوله عادي عامله عصير لبن بالفراوله، اي حاجه. المهم نضرب الكلام ده كله نقلبه ونركنه برده على جنب. واخر خطوه عندنا في الصينيه دي علشان بس ما تحسوش ان الموضوع صعب، هجيب اي 2 باكت بسكوت بس يكونوا كبار شويه او اي بسكوت ساده. هحط كده طبقه في اي صينيه عندي، وابدا احط عليها من عصير الفراوله اللي هو بالحليب، اسقي كده البسكوت بتاعي بقى من طبقه الكريمه اللي احنا كنا مجهزينها اللي فيها قطع فراوله. غطي بقى الطبقه دي كده، ومش لازم تكون طبقه سميكه قوي، بس احنا هنبدا نرص الصينيه بتاعتنا بنفس الشكل. هنرص طبقه بسكوت، عصير فراوله، كريمه فراوله، لحد ما نخلص المقدار كله. في الاخر خالص بنحط باقي الكريمه بتاعتي من على الوش. بصوا دي بقى سهله وخطيره جدا. طبعا لو عندكم حساسيه من الفراوله او ما بتحبوش الفراوله تقدري تعملي باي نوع فاكهه متوفر عندك، ممكن موز، ممكن اي حاجه، بنفس الترتيب بنفس الخطوات بنفس كل حاجه، بس باختلاف ان انت تغيري الفراوله تحطيها موز، تحطيها تعمليه بالشوكليت، اي حاجه. المهم خلاص قربنا نخلص الصينيه بتاعتنا. اخر طبقه بقى نرص باقي البسكوت، نحط عليه عصير الفراوله، واخر حاجه هنغطي بطبقه الكريمه بالشكل ده. خطيره خطيره خطيره، دي بقى ادمان. اول ما تلاقي الفراوله لازم هيجي في دماغك الطاجن ده بعد ما تدوقيه. خطير. من فوق بقى بنحط اي ديكوريشن، نحط اي قطع فراوله عندنا. اخر حاجه خالص نديها لمعه كده باي سيرب عندك اللي هو الشربات الخفيف، او لو جيلي فراوله. انا كان عندي باكت جيلي فراوله، خدت منه يعني ربع كوبايه واحده. انا عملت الجيلي عادي وخدت منه ربع كوبايه. لمعت الفراوله بتاعتي من على الوش كده بالشكل ده. الكلام ده تدخليه التلاجة، طلعيه بعد ساعتين 3، اتفرجي بقى على القمر. خطير بالامانه، طعمه يجنن، حاجه كده بتدوب في البق، طعم خطير جدا. جربوه هيعجبكم جدا. ما تنسوش في نهايه الفيديو تعملي شير مع اصحابك، لايك، كومنت اعرف رايك. واللي ما يعرفنيش انا ريهام صبحي، ويا ريت تتابعوني عشان تشوفوا كل الوصفات الجديده اللي بتنزل الفتره الجايه. اشوفكم على خير في وصفات جايه كتير. باي.